اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. الفترة اللي فاتت انا كنت بجدد في الشقة بتاعتي، فما كنتش بعمل فيديوهات بقالي فترة. وبعد ما خلصت الشقة بتاعتي انا كنت منزله لكم فيديو بترتيب الشقة بتاعتي قبل وبعد، ودلوقتي المطبخ بتاعي قبل وبعد زي ما انتم شايفين. كنت برضو بعد ما خلصت الشقة بدأت ان انا اجدد في المطبخ بتاعي، طبعا قبل رمضان، علشان نحس كده بفرحة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. فحبيت بعد ما خلصت شقتي ان انا ادهن المطبخ بتاعي، كان عندي بواقي دهانات فاستغلتها وعملت المطبخ بتاعي زي ما انتم شايفين. انا المطبخ بتاعي خشب ومدهون لاكيه، ما هوش الموتيل، هو خشب ومدهون لاكيه. فانا عملته زي ما انتم شايفين كده. ايه رأيكم بقى في اللون بتاعه؟ يا رب اللون ده يعجبكم ويكون ذوقه حلو. هو بصراحة اللون عاجبني قوي. وعملنا كده الظرف بتاعة المطبخ فيها ترخيم كده من الجناب، ادت له شكل حلو قوي عشان ما يبقاش ابيض ساده كده. وغيرت المقابض بتاعته فخليته شكله بقى جديد. وكده بعد ما خلصته خالص وركبت الازاز بتاعه بقى شكله جديد كأن لسه جايباه جديد. انا كنت محافظه عليه بصراحه، وكان المطبخ حلو لان هو اصلا خامته حلوه، الخشب بتاعه حلو وتشطيبه كان حلو فاتدهن معايا بسرعه. احنا اللي دهنينه، انا ما جبتش حد دهنه، احنا اللي دهنينه انا وجوزي. فزي ما انتم شايفين حتى لسه شايله حاجه الدهانات من على الرخامه. وبدات بقى ان انا انضفه وامسحه كده وهفرشه معاكم بقى خطوه بخطوه، وهرتب المطبخ معاكم علشان تشوفوا بالتفاصيل انا هعمل فيه ايه. الفتره اللي فاتت كان كل حاجتي مكوماها في جنب كده، في غرفه من الغرف يعني. فكانت الدنيا بايظه خالص معايا، ما كنتش عارفه اتحرك. طبعا المطبخ هو كل حاجه في الشقه. فما صدقت بقى خلصت علشان اشيل الحاجة ديت وارجعه زي ما كان. كنت محتارة ما بين المطبخ وما بين الغرفة، كل شوية اجيب بقى الادوات منها وارجع المطبخ تاني. فكده خلصت الحمد لله. فاكرين انتوا الطقم الاكوا بايركس ده؟ انا كنت جايباه في رمضان اللي قبل اللي فات في مشتريات، كان الفيديو ده على القناة. ده مش جديد ولا حاجة، عندي بقاله مدة كبيرة، بقاله حوالي سنتين وشوية. فانا قلت بقى بمناسبه ان انا جددت المطبخ بقى هطلع كل الحاجات اللي انا كنت شايلاها. انا ما جبتش مشتريات رمضان ده خالص لان كان عندي شويه حاجات كده كنت عايناها هفرشها بقى في المطبخ بما ان اتشطبوا بقى زي ما انتوا شايفين. هبدا بقى ان انا افتح الطقم ده وارصه كده في المطبقيه بتاعه المطبخ. وشلت الصيني بتاعي وكل الحاجات اللي عندي شلتها، وحبيت ان انا اخف شويه من حاجات المطبخ. كل الحاجات المركونه اللي احنا مش بنستعملها انا جبت كرتونه كبيره ونضفت المطبخ بتاعي يعني، وشلت كل الحاجات اللي انا مش بستعملها. كل حاجه مكرره في المطبخ انا اشتلتها وحطيتها في كرتونه، وسبت بس كل الحاجات اللي انا بستعملها. بتحس ان المطبخ خفيف وتحس ان الحاجه قدامك مش متلخبطه او المطبخ مش مكركب. المفروض كلنا نعمل كده، لما يكون عندنا حاجة مكررة نشيلها على جنب كده. انا جبت كرتونة واشتلتهم تحت السرير علشان انا مش محتاجاهم. هبدأ بقى ان انا ارص الطقم بتاعي. الطقم ده عبارة عن 6 من كل شكل طبق، 6 اطباق. هو الاكوا بايركس بيجي ستات كده مش بيجي 12. انا كان عندي الصيني بتاع 12 بس كان مكركب له المطبخ خالص، فقلت بقى اجدد واطلع الطقم ده. وعندي برضو كاسات بتاعه الجيلي والحاجات دي برضو هوريها لكم وهرتبها معاكم خطوة بخطوة. وال... وكل الظرف بتاعتي زي ما انتوا شايفين فاضية خالص هعملها معاكم واحدة واحدة كده عشان تشوفوا انا رتبت المطبخ ازاي. والحمد لله ان انا خلصته في الوقت ده قبل رمضان علشان احس بفرحة رمضان كده وكل حاجة جديدة. بدأت ان انا ارص الاطباق بتاعتي في قلب الصفاية او المطبقية بتاعة المطبخ اللي هي فوق الحوض. دي الضرفة اللي فوق الحوض. دول الضلفتين كده بتفتحوا مع بعض، وفي واحدة جانبية كمان هحط فيها بقية الطقم ده لانه جه كتير على الصفاية دي. فهحطه في الضرفة اللي جنبها عشان لو احتاجته يبقى كله في جنب واحد كده، ما يبقاش المطبخ برضو ادور في جنب تاني وهما كلهم مع بعض في نفس الصف او في نفس الظرف جنب بعض. وابدا بقى ان انا اشوف ايه الحاجات اللي انا بستعملها افرزها واجيبها ادخلها المطبخ. هحطها كلها على الرخامة قدامي. انا جبت كل الحاجات ديت حطيتها على الرخامة قدامي علشان اسهل على نفسي، لكن قبلها بيوم كنت فارزة كل الحاجات اللي انا مش عاوزاها. معالق كتير قوي وحاجات كتير قوي قوي كانت مكررة عندي في المطبخ فاشتلتها على جنب كده. دي الضرفة بتاعت البلاستيك يعني، والصفايات والمصافي والحاجات دي كلها. ديت اللي هي
اللي في الوش بتاع في الوش الظرف اللي انا لسه مرتباها دلوقتي. وده المنظم بتاع المعالق. الادراج بتاعتي هرتبها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. هما 3 ادراج بس، لان انا لغيت ضلفة من الظرف دي حطيت فيها الانبوبة. انا كنت مظبطة يعني ان انا اعمل الانبوبة احطها جوه الضلفة كده. برضو المنظم ده حطيت فيه كل الحاجات الرفيعة اللي انا كانت مكركباه للدرج كده. وزي ما انتوا شايفين كده خلصت الدرجين. وحبيت بقى ان انا اعمل كل الحاجات بتاعه الكهرباء بتاعه الخلاطات بقى والحاجات اللي انا بستعملها كل يوم. هحطها كده في قلب في الضرفة فوق تبقى جنب ايدي يعني كده. ده المضرب والخلاط بتاعي ده انا مش بستعمله. حطيت اللي هو الخلاط الميلونكس ده تحت في الضلفة تحت قدام ايدي، علشان الضلفة دي عالية عليا انا مش بطولها. فحطيت فيها الحاجات اللي انا مش بستعملها يومي يعني، والكبة والمفرمة والمطاحن والحاجات دي. اما الخلاط القديم بتاعي ده ودي المفرمة بتاعتي او الكبة، الحاجات اللي انا بستعملها كل يوم حطيتها قريبة من ايدي. ده في الرف الاولاني يعني كده خلاص كده. والضلفة اللي تحتها على طول حبيت احط الحلل بتاعتي. برضو شلت الحلل التركي اللي هي التيفال عندها. وكان عندي برضو طقم سيراميك عنده. طلعت بس ال3 حلل اللي هما الالومنيوم دولت، والتلاتة الستانلس هما دول اللي انا بستعملهم صغيرين، لان اللطم التانية كبيرة فانا عندها. ودي الصواني بتاعتي، دي صواني الفرن بتاعتي. وعندي برضو الصواني الكبيرة بس انا عيناها في مكان تاني. ودي ليا الطاسات. دي كل الحاجات اللي انا بستعملها بس. لكن الباقي انا وعينت كله، اللي كانت حاجات كتير قوي قوي يعني. كانوا كرتونتين كمان، كرتونة فيها رفايع وكرتونة فيها حاجات كبيرة. وبرضو الحاجات دي انا كنت شارياها من زمان، مش جايباها السنة دي ولا حاجة، كانت عندي. فقلت ليه انا عيناها ما نستغلها بقى في رمضان ونعمل فيها بقى جيلي، نعمل كاستر، نعمل رز بلبن، كل الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها دي. يعني نحاول نجدد كده. والطقم ده طقم خشاف ده بتاع جوازي يعني، كان متعان برضو ما استعملتوش خالص. فقلت لا اطلعه بقى علشان نعمل فيه الخشاف ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجيب رمضان علينا كلنا واحنا بألف خير يا رب. هو عبارة عن 6 بولات، والبولة الكبيرة دي وديت طقم الكاسات ده برضو انا كنت بعمل فيه جيلي برضو. كان عندي من زمان برضو، ده بتاع فرحي. في حاجات كتيرة قوي قوي عندي من زمان قوي، بس كانت مركونة يعني وكانت متعانة. فحبيت ان انا اجدد الكوبايات الصغيرة دي. انا بعمل فيها الزبادي، علشان هي على قد كوباية الزبادي صغيرة مش كبيرة قوي، علشان شكل الكوبايات اللي هي بتاعة الطقم اللي هو بتاع الزبادي، اللي هو جهاز الزبادي. بس انا ما عنديش جهاز، انا بعمله وان شاء الله هعمله في رمضان ده معاكم كتير. انا بعمله من غير جهاز ولا حاجة كده. دي الكاسات الصغيرة اللي لسه مطلعاها جديدة. وحطيت طبعا الكاسين دولت انا كنت بعمل فيهم ايس كريم برضو. انا طلعتهم قبل كده برضو في فيديو. وحطيت في الرف اللي فوق كاسات برضو كوبايات كتير. وده اللي هي الطواجن البايركس اللي هي الصواني البايركس برضو حطيتها تبقى جنب ايدي برضو لان بستعملها. ده الاطباق الكبيره. الاطباق دي كلها بتدخل الفرن فانا بحتاجها، تدخل الفرن او الميكروويف فانا بحتاجها تبقى جنب ايدي برضو. دي الضلفه اللي جنب البوتاجاز على طول. منهم برضو اطباق صغيره. انا كنت جايبه الاطباق ديت بالطبق كده، شارياهم كده من مكان الحاجات الحراري دي او الحاجات اللي بتدخل الفرن. انا كنت جايباهم كده بالطبق كده، كان شكلهم عاجبني يعني. كل الحاجات ديت بتدخل الفرن. والطواجن البايركس بتاعتي دي برضو. وهنا الفيديو بتاعنا يكون خلص. لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.